جزاء يقول الحكم، ركلة جزاء يقول الحكم. عبد الواحد فتحي يعلن عن ركلة جزاء فائدة فريق الرجاء الرياضي. يبان بأنه لمسة المدرب غاريدو أعطت له كلتيالا لأنه من ساهم في ركلة جزاء أو اللي تحصل ركلة جزاء. اللاعب اللي دخل في الجولة التالية سفيان الرحيمي. أظن سنتابع الإعادة. احتجاج من قوي من جانب عناصر النادي القنيطري. يقول الحكم ما كاينش خطأ. زميلي اكيد على مستوى اخراج المباراه خارج جديد. نشوفوا الاعاده ونتاكدوا واش كان هناك ركله جزاء لفائده فريق الرجاء الرياضي. ركله جزاء تجي في حدود دقيقه 68. شوف كيفاش تلعبات. تمويه سفيان الرحيمي. السؤال مطروح واش كان دفع هذه اللقطه؟ هذه اللقطه ولكم التعليق يا الساده والسيدات. السؤال الذي يطرح هل كان هناك دفع؟ هل تابع الحكم دفع منه؟ العمليه كانت سليمه بالنسبه لدفاع فريق لمدافع فريق النادي القنيطري. اكيد نشوفوا الاعاده وشفنا الاعاده. هي اللقطه اللي شاف ربما الحكم بانه كان هناك عمليه دفع. الحكم يعلن عن ركله جزاء في المقابل. عناصر النادي القنيطري تقول بانه العمليه كانت سليمه وبانه عمليه الدفع لم تكن، بانه يد اللاعب النادي القنيطري ما كانش بالشكل ربما يخلي الحكم يقول ركله جزاء. هكذا هي توجهاتهم وانطباعاتهم بعد هذه الفرصه وبعد اعلان عن ركله جزاء لفريق الرجاء الرياضي. حكم القرار الحكم كما يقال لا يناقش. هنا يعطي ركله جزاء لفريق الرجاء الرياضي. يلعب الهداف اللي دخل تاريخ مسابقه كاس الاتحاد الافريقي، هداف المسابقه، هداف مسابقه الكونفدراليه. يلعب محمود بن حليب اللي دخل في الجوله الثانيه. بن حليب فرصه الثالث، هل يفعله؟ جول ثالث للرجاء. الخطوة الأولى نحو الدور المقبل. الخطوة الأولى نحو الدور المقبل بالنسبة للرجاء الرياضي. يفعل محمود بن حليب ويسجل الهدف الثالث لفائدة فريق الرجاء الرياضي. بعد دخوله قلت لكم بأن لمسة غاريدو هذه المرة أعطت له كل ديالها. هذه المرة ستصفق له جماهير الرجاء الرياضي بعدما استشاطت غضبا في مجموعة من المباريات في ظل التغييرات اللي كانت خاربة اليوم. تغييرات ربما كانت في المستوى. إخراج الياس الحداد اللي عنده عقوبة انضباطية. الشاكر مكانه في محور الدفاع. صلاح الدين الباهي مكان الشاكر في وسط الميدان. سفيان الرحيمي دخل اعطى الاضافه. شفنا التمويه حتى اللي كان من طرف اللاعب اللي سجل قبل بعض لحظات هو اللاعب محمود بن حليب. كان موه بشكل جيد. سفيان الرحيمي يتحصل على ركله جزاء واللاعب محمود بن حليب اللي دخل اساسي في هذه المقابله يسجل الهدف الثالث لفريق الرجاء الرياضي. صبحت 3-1.